بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم النهارده على موضوع كهربا والعقوبة اللي جت على كهربا وهيتم تنفيذها ازاي. يعني عايز اقول لكم رغم ان كهربا لجنة الانضباط خدت قرار بإيقاف كهربا 12 مباراة، ولكن ومليون جنيه طبعا غرامة مالية، ولكن كهربا هيلعب ماتش السوبر. ماتش السوبر الزمالك والاهلي انتوا عارفين هيلعبوا ماتش السوبر في الامارات يوم 5 مايو القادم ان شاء الله. مباراه ما بين بطل الدوري السنه اللي فاتت نادي الزمالك وبطل الكاس برضو اللي هي البطوله اللي لسه الاهلي واخدها، بس دي بطوله كاس مصر السنه اللي فاتت برضو، فالاثنين هيلعبوا بعض ان شاء الله في السوبر. رغم ايقاف كهربا 12 مباراه محليه، ولكن كهربا هيلعب مباراه السوبر. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم ان كهربا او النادي الاهلي هيقدم تظلم على العقوبه اللي هي 12 ايقاف كهربا 12 مباراه. التظلم اللي كهربا هيقدمه هيوقف قرار لجنه الانضباط بايقاف كهربا 12 ماتش، هيوقفه. يعني التظلم اللي كهربا هيعمله هيوقف او هيخلي قرار لجنه الانضباط مش ساري لغايه ما لجنه الانضباط تاني تجتمع وتنظر في التظلم اللي مقدمه كهربا او النادي الاهلي. وبالتالي كهربا هيقدر يلعب مباراة السوبر يوم 5 مايو امام الزمالك. وممكن ما يلعبش في حالة واحدة فقط، ان بعد ما كهربا يقدم التظلم للجنة التظلمات، اللجنة تجتمع قبل مباراة السوبر وتاخد قرار. اللي انا عارفه ان يعني بعد ما كهربا يقدم تظلم، لجنة الانضباط حت تجتمع مرة اخرى عشان تدي قرار في التظلم بتاع كهربا، وهتخفف عقوبه كهربا ل6 ماتشات 4 ماتشات، اعتقد 6 ماتشات يعني. ولكن كهربا يقدر يلعب مباراه السوبر ما دام ان لجنه التظلمات او لجنه الانضباط ما اجتمعتش. لكن لو اجتمعت لجنه الانضباط ونظرت في تظلم كهربا قبل مباراه السوبر وادت قرار، كهربا خلاص كهربا هيبقى اتوقف، مش هيقدر يلعب مباراه السوبر. فدي الحاله الوحيده اللي كهربا ما يلعبش فيها مباراة السوبر لو لجنة الانضباط اجتمعت وادت قرار في التظلم اللي كهربا هيبعته خلال الساعات القادمة على العقوبة اللي جات له حوالي 12 مباراة. ولكن زي ما قلت لكم هيتم تخفيف العقوبة وكهربا يقدر يلعب مباراة السوبر لو لجنة الانضباط ما اجتمعتش. انتوا عارفين الفترة الجاية داخلين بقى في اجازات وعيد والكلام ده. والمعلومة اللي عندي لجنة الانضباط مش هتجتمع يعني قبل مباراه السوبر، فبالتالي كهربا يقدر بعد ما يقدم التظلم يلعب مباراه الزمالك في السوبر. عايز اقول لكم حاجه كمان، ان النادي الاهلي مكثف مفاوضاته في الفتره الحاليه بقوه مع نادي بشكتاش التركي عشان يجيب موليكا المهاجم من النادي الاهلي. يعني بعد بقى السيرش او البحث عن مهاجم قوي، كل الاتجاهات، يعني حتى اصدقائي في النادي الاهلي، يعني عندي حد في مش هقول فين يعني، بس في النادي الاهلي، مش هقول مصدري ايه في النادي الاهلي، قال لي ان فعلا احنا خلاص يعني مكثفين المفاوضات بقوه جدا مع نادي بشكتاش التركي عشان نتعاقد مع موليكا في الموسم القادم. حتى لو موليكا كلفنا رقم كبير، الاهلي مركز بشكل كبير جدا ان هو يتعاقد مع مهاجم سوبر، والاهلي وجد ضلته في موليكا. يعني انا بتكلم ان هو مش هيجيبوه دلوقتي، هما بيتفقوا عشان يجيبوه في الانتقالات الصيفيه القادمه. طبعا النهارده الاهلي هيلاعب سموحه. الاهلي عنده غيابات كتير، اصابات وايقاف. حمدي فتحي موقوف، اصابات يعني احمد عبد القادر، حسين الشحات، علي معلول من اللعيبه. يعني الاهلي النهارده بيفقد 4-5 لعيبه، ورامي ربيعه كمان مش موجود. بيفقد 4-5 لعيبه مهمه النهارده امام سموحه. ولكن الاهلي زي ما قلت لكم فارق في بطوله الدوري بشكل كبير جدا عن فيوتشر بفارق نقطتين. الاهلي عنده 50 نقطه وفيوتشر 48، والاهلي كمان لسه ليه 3 لقاءات مؤجله هيلعبهم. وبالتالي الاهلي، انا قلت الكلام ده قبل كده من اسبوعين، الاهلي قريب جدا من الفوز بالدوري. زي ما قلت لكم برضه هرجع تاني لموضوع كهربا. الاهلي كده كده محتاج كهربا في كاس السوبر في افريقيا. العقوبه طبعا المحليه دي ما تسريش، يعني ما تخليش كهربا يتوقف في افريقيا. كهربا يقدر يلعب مع الاهلي عادي جدا في الرجاء. وخلي بالكم زي ما قلت لكم الاهلي من شويه يعني بنسبه كبيره ضامن الدوري السنه دي، فممكن ما يحتاجش كهربا، هيبقى محتاج كهربا بس في دوري ابطال افريقيا ومباراه الرجاء المغربي.
زي ما قلت لكم هيلعب مباراه السوبر، لكن بطوله الدوري تعتبر خلاص قربت بشكل كبير جدا من الاهلي، وبالتالي الاهلي برده مش محتاج كهربا قوي في بطوله الدوري يعني. زي ما قلت لكم في غيابات كتير. الاهلي هيلاعب سموحه، الزمالك هيلاعب المقاولين النهارده اول مباراه لاوساريو المدير الفني الكولومبي لنادي الزمالك، واوساريو هيلعب بالتشكيل اللي كان بيلعب بيه الفتره اللي فاتت كابتن مدحت عبد الهادي. يعني التشكيل المتوقع النهارده للزمالك امام المقاولين العرب: محمد صبحي في حراسه المرمى، الونش، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي ناحيه اليمين، ناحيه الشمال احتمال النهارده يدفعوا بحاتم سكر احد اللعيبه الصغيرين اللي بيلعب ناحيه الشمال، لعيب كويس جدا. في نص الملعب هيلاعب محمد عبد الغني ونبيل عماد دونجا، وفي الخط الهجومي هيلاعب مصطفى شلبي، وهيلعب بناصر منسي طبعا اللي تألق. وانا قلت لكم ناصر منسي ده هيبقى مهاجم جامد جدا جدا، وهيبقى مهاجم مصر الاول قريب، وفعلا بيتألق الفتره الاخيره مع نادي الزمالك. وايضا هيلعب باحمد سيد زيزو، وفي كلام ان هو ما يبداش بسيف جعفر ويلعب بابراهيم نضاي، يديله الفرصه النهارده ابراهيم نضاي. هنشوف سيف جعفر ولا ابراهيم نضاي. طبعا اوسوريو لسه يعني ما انسجمش مع فريق الزمالك، لسه الراجل اول مباراه ليه، هو اتفرج على الماتشات اللي فاتت وهيلعب بتشكيل قريب وبنفس الطريقه اللي بيلعب بيها نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت. مبروك كمان للزمالك دوري الكره الطائره بعد الفوز على الاهلي في مباراه صعبه جدا امبارح 3-2. كانت يعني الزمالك كان كسب الاهلي قبل كده في المباراه الاولى. انتوا عارفين الدوري الكره الطائره بتحسم من خلال اللي يكسب ماتشين يعني. فقدر الزمالك يفوز على الاهلي 3-2 بعد مباراه صعبه، وكان الاهلي قريب جدا في الشوط الفاصل اللي هو الشوط الخامس، كان كسبان 12-9، ولكن الزمالك رجع وقدر يفوز بالمباراه ويحقق بطوله الدوري للكره الطائره بعد مباراه صعبه وقويه امام النادي الاهلي. انتوا عارفين اكبر ناديين في مصر في الكره الطائره الاهلي والزمالك، او الزمالك والاهلي. كانت مباراه حلوه واستمتعنا بيها بالليل يعني، وكانت قدر الزمالك يرجع، وببارك للاعيبه نادي الزمالك على الفوز ببطوله صعبه جدا جدا من انياب النادي الاهلي، وفوز ببطوله الدوري الموسم الثاني على التوالي. خلي بالكم ده الموسم الثاني على التوالي الزمالك بياخد بيه بطوله الدوري، ودي اللعبه الجماعيه الوحيده في الزمالك اللي حققت بطوله. يعني الهاندبول الاهلي كسب الدوري، في كره القدم الاهلي هو متقدم وبيقرب من الدوري، الزمالك بعيد في الكوره في المركز الرابع في بطوله الدوري. الباسكت الاهلي برضه هو اللي خد البطوله، الزمالك برضو بعيد عن ممكن، بس لسه في بطولة كاس مصر في كرة السلة والزمالك هيلعب في الدور قبل النهائي. لكن حتى الآن الكرة الطائرة هي اللعبة الجماعية الوحيدة في الموسم الحالي اللي قدرت تحقق بطولة الدوري، وده يعتبر إنجاز كبير. وببارك طبعا لفريق كرة الطائرة في نادي الزمالك وكابتن أحمد عاشور المدير الفني، إن هي بطولة صعبة جدا وأمام يعني خصم قوي ومنافس قوي اللي هو النادي الأهلي.